ايه رأيكم في الجمال والحلاوة واللذيذة دي؟ حاجة هنعملها لولادنا بجد جميلة، كان استحالة ياكلوها. معظم الأطفال ما بيحبوهاش، يعني ممكن ياكلوا منها واحدة صغيرة وما يكملوش. شايفين الكمية الكبيرة دي؟ بسم الله ما شاء الله، يعني ولادك هيمسحوها هيطحنوها. يلا نبدأ معانا الوصفة بالصلاة على حبيب النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جبت معايا 2 كيلو ونص من البطاطا. الكمية دي كبيرة يا جماعة، ممكن تستخدمي كيلو وربع بس. أنا بحب أعمل كمية كبيرة منها لأن ولادي بيحبوها. القشر ده مش هنرميه، انا بعمل بيه وصفات انا وبنوتي كده للبشره، وحاجات حلوه جدا ومغذيه للبشره والشعر. هنقشرها زي ما شفتوها كده، وهقطع منها قطع شرايح صغيره لان انا هسلقها. طبعا البطاطا المسلوقة يعني ليها قيمة غذائية عالية جدا، مفيدة للعظم وللنظر، ويعني بتحمينا وتوقينا من بعض الأمراض السرطانية. وخشوا على جوجل واعملوا سيرش وهتعرفوا فوائدها كلها. دول 15 معلقة صغيرة من معلقة الشاي، بمقدار كوباية إلا ربع من المج اللي انتوا شايفينه انا ماسكاه في ايدي ده. كوبايتين ميه عاديه من الحنفيه، هشغلهم على نار وسط. الاول هخليها نار عاليه تغلي، وبعدين هتستوي بقى منها فيها بميتها. خلاص بقت اتسلقت وبقت مهروسه كده بيور كده. هحطها في الخلاط. طبعا انا حاطه السكر من قبل. هحط بقى معايا لتر ونص من الحليب اللي انتوا شايفينه ده. ممكن حليب بقري او جمسي، اي نوع عندكم. المهم ان هو لتر ونص من الحليب. معايا ظرفين فانيليا، ممكن تحطوا معلقه صغيره من الفانيليا السايله اللي موجوده عندكم. باكيتين بقى من الكريم كراميل اللي هينقل البطاطا النقله يعني رهيبه. هنضحك على الولاد ونقول لهم كريم كراميل. هو بصراحه وانتوا بتاكلوه مش هتبقوا عارفين بتاكلوا ايه، يعني بطاطا ولا كريم كراميل. هو كريم كراميل طعمه غالب على البطاطا، يعني هناخد فوائده وقيمته الغذائيه العاليه وكده تمام قوي. ضربتهم كلهم كده وهحطهم. ادي الكميه الكبيره بتاعتي، ما شاء الله كميه كبيره جدا يا جماعه. هرجعها تاني على الحلة وهصفيها، عشان انتوا عارفين ان البطاطا بيبقى فيها شعيرات كده وحاجات رخمة كده بتخش في السنان وبتبوظ الطعم والمود، وبتخلينا نبعد عن اكلها. يعني بالذات الولاد الصغيرين بيتلككوا حاجة زي كده. لا احنا هنصفيها، وبعد كده هرفعها على النار، على نار عالية. انا برفعها على نار عالية وتقلبتين كده حلوين، وبعدين بالمضرب السلك اليدوي وهفضل اقلب فيها لحد ما تفور معانا وتعمل فوم صغنن كده. بصوا قيمتها غذائية عالية، يعني هنأكل الولاد بطاطا غصب عنهم، وهم اللي هيتحايلوا علينا كمان ان احنا نعملها لهم كتير. بجد طعمها حلو، قيمتها الغذائية عالية ومفيدة جدا. بصوا عملت ازاي معانا فوم وفارت. خلاص كده هطفي النار عليها وخلاص. بقى شايفين علب الكريم كراميل ديت؟ انا باخد منها، انا ببقي الكراميل دوت. هحطه، ممكن تحطوه بقى في القالب اللي هو الفورمه ده، وممكن تحطوه في القالب اللي هو الانجليش كيك، وفي كوبايات اي حاجه عندكم حطوها. انا عندي الكوبايات اللي شكلها لذيذ دي بتاعت التقديم، دي بتاعت الفواكه. اي حاجه عندكم حطوها. والكميه دي ممكن تطلع لك من كيلو وربع، الكميه اللي انت شايفاها دي. وطبعا انا حطيتها كلها في الكوبايات زي ما انتم شايفين، وعملت كميه بسم الله ما شاء الله كبيره قوي يا جماعه، يعني هتوزعوا على الحبايب كمان. بجد جميله ولذيذه. صبوها بقى بعد ما تصبوها. شايفين دي كميه تطلع لك من كيلو وربع. بعد كده انا هصب بقى هكمل بقيه الكوبايات. شايفين باقي قد ايه؟ ما شاء الله طعمها رهيب. وفي كمان كوبايتين كده على جنب كده زي ما قلت لكم في اول الفيديو، يعني اتخطفوا خطف كده، كانش لسه حتى كمان بردت في التلاجة. وحطيها طبعا الاول هتسيبيها تتشمع بره تبرد وتهدى مع نفسها ربع ساعه، وفي التلاجة حطيها ساعتين. يعني اقل حاجه ساعتين. لو هتسيبيها لتاني يوم او هتعمليها مثلا بالنهار وتاكليها بالليل، بصوا يا جماعه لذيذه قمر قمر زي ما انتم شايفين كده. بألف هنا وشفا على اللي هياكلوها. ولادكم هينبسطوا من طعمها، وانتوا حتى ضيوفكم لو جولكوا ضيوف قدميها بألف هنا وشفا، هينبسطوا منها ومش هيمشوا غير ما ياخدوا منك الطريقه. جربيها بجد هتعجبك جدا، وان شاء الله باذن الله هتعمليها باستمرار. بصوا معايا، قلبت قدامكم واحده اهي، شكلها جميل في التقديم. لو حابه مثلا طبق اصغر من كده يا جماعه، طعمها رهيب بجد، يعني تستاهل ان احنا نعملها نجربها. والبطاطا مش غاليه وده الموسم بتاعها، يعني نجربها مش هتقول لا. طبعا باذن الله يعني اتمنى يكون الفيديو عجبكم، وتدعموني بقى بانكم تعملوا تطبيقات، يعني تطبقوا الوصفات بتاعتي وتبعتوا لي بقى صور لتطبيقاتكم الجميله نعرضها معانا على صفحتي على الفيسبوك. شايفين الجمال والطعامه؟ تستاهل بقى التجربه، وتستاهل لايك وشير كتير، وتدعموني وبألف هنا والشفا. وخدوا حته بقى. وكنت معاكم علا تهامي. باي باي.